الدنيا ما بقاتش فيها امان، اخبار صادمه ومفجعه بالدرجه، وغنعطيك التفاصيل اللي تهز لك القلب والبال، وكل خبر بالتاريخ والمكان اللي تهز فيه. بس الخبر الاول، الارض تفلقات في الريف، هزت الدنيا وما فيها. نوع الخبر فاجعه طبيعيه، صدمه قويه. التاريخ والزمان 3/9 دجنبر 2025 مع 7:05 ديال الصباح. تخيل يلا كتقول بسم الله وتفيق وتلقى الأرض كتهز بيك. المكان اللي تفجر فيه الفزاع الحسيمة والناظور والدريوش، الريف كامل تحت الصدمة. الهزة كانت مركزة على بعد 35 كيلومتر من الحسيمة في بحر البوران. التفاصيل اللي تفزع، يا خوفي هزة أرضية بقوة 3.7 على سلم ريختر. ماشي هي المشكل هو أن عمقها سطحي بزاف، يعني هذيك 3.7 حسوا بها الناس بحال 7.3. الناس ناضت كتغوت في الصباح وكل شيء رجع لدوك الليالي ديال الزلزال. الأرض كتهز من جديد. واش كاين شي إنذار جاي؟ يا ربي السلامة من الغضب ديال الطبيعة. الخبر الثاني، طوفان دجنبر عاصفة غتبلع المغرب كامل. نوع الخبر كارثة جوية، حماس طبيعي. التاريخ والزمان، الانقلاب الجوي غيبدا نهار الأربعاء وغيستمر بقوة حتى الأسبوع اللي موراه، خصوصا نهار 3/16 دجنبر 2025 اللي غيضرب فيه منخفض عملاق. المكان اللي غيغرق المغرب كله غيتشلل، من أكادير حتى لطنجة وتطوان، ومن مراكش حتى لفاس ومكناس، حتى مناطق الجنوب فحال طنطان وزاق غتعرف أمطار قوية. التفاصيل اللي تشوق، وجدوا الفلايك، منخفضات جوية عملاقة وقطبية غتغزو سماء المغرب وغتعطينا أمطار غزيرة متتالية. هذه ماشي شتا عادية، هذه عاصفة ما شفناهاش من شحال هذه. الثلج غيغطي جبال الأطلس كلها وغيرجع الخزان ديال السدود، ولكن خفنا تكون ديك الشتا ديال التخريب اللي كتجرف كل شيء قدامها. الفلاح غيفرح والمدن غتغرق. الخبر الثالث، الموت الكحل في مراكش، جريمة قاتلة وسط الضرب. نوع الخبر جريمة بشعة، صدمة اجتماعية. التاريخ والزمان، ليلة الأحد على الاثنين 8 دجنبر 2025، يعني في السويع الأولى ديال الصباح. المكان اللي ناضت فيه الفاجعة حي سيدي يوسف بن علي في مدينة مراكش، درب الشعب بالذات. التفاصيل اللي تصدم، يا ربي شاب مسكين في عمر 24 عام مشى ضحية لجريمة قتل غادرة ومباغتة. تخيل واحد في عمر 30 عام قرب منه فجأة بلا حتى خلاف ولا نقاش، جبد سكين كبير كان مخبيه تحت الجلباب ديالو ووجه ليه طعنات قاتلة. جريمة باردة ومفجعة خلاته يموت في البلاصة. هادشي خلى واحد آخر مصاب بجروح خطيرة. الأمن دار خدمته بسرعة وتم التوقيف ديال هذاك المجرم القاتل في وقت قصير. الجريمة ولات سهلة بزاف وما بقى حتى سبب واضح باش آدمي يمشي ضحية. مراكش تهرست بهذه الحادثة والقلوب كاملة حزينة ومفزوعة.